ده بالنسبة لي كان اختراع، وده برضو كان اختراع رغم غلو أسعاره، والتالت ده كمان كان اختراع بالنسبة لي. وتعالوا كده نشوف الماتيريال بتاعته اللي حرفيا نص الأكياس بتكون متقطعة من جوه، ولو طلع لك كيس سليم بيكون لايب جدا وسهل جدا، وانت بتغطي بيه أي حاجة يتقطع معاكي. غير ان هو كمان مقاساته صغيرة جدا، ويدوبك كانوا بيغطوا لي بولة بتاعت شوربة بالعافية. أما الراب البلاستيك فكنت بشتريه بالعافية لأنه أسعاره بقت غالية جدا، وعايزة أقول لك كنت بحافظ عليه، وبرضه كان بيغلبني لما اجي اغطي بيه اي بوله وانا بصور معاكم. يستحق كلمه اختراع جامد، هو الاختراع الجامد اللي قدامكم ده. شفت فيديو كده لصفحه على الفيس اسمها سمارت تولز، بتعرض كل المقاسات بتاعه الاكياس اللي عندهم، فبسرعه طبعا دخلت على التعليقات، وكل التعليقات ما شاء الله بتشكر في احجام وماتيريال الاكياس، وبسرعه طلبت ما شاء الله كل الاحجام اللي عندهم 3 احجام. واحلى ما في الاكياس دي ان انت مش بتستخدميها مره واحده بس وبترميها، لا. كانت مشكلتي مع البولات الخشب ان الراب البلاستيك مستحيل يغطيها او يثبت عليها، لكن الاكياس دي انا جبت منها الحجم الكبير، اللهم بارك، غطالي البوله وزياده كمان، ونفعني قوي كمان لما بكون مثلا بعجن حاجه فيها كميه خميره ولسه هيتضاعف حجمها. فشوفوا لي بقى الجمال بعد ما اختمرت ما شاء الله، والكيس لسه واصل لنص البوله بتاعتي، واللهم بارك، اختمرت بشكل حلو جدا. الحجم الوسط بقى ممكن نغطي بيه الصواني بتاعت المعجنات علشان وشها ما ينشفش. وبصوا لي على منظر التلاجة، الاطباق شويه مكرونه زي دول لو قعدوا حرفيا ساعه واحده بس في التلاجة بينشفوا، ومصيرهم بيكون الزباله اعزكم الله. مع الاكياس دي خلاص بتحفظي الحاجه لمده اسبوع شهر لقدام، مش بيحصل لها اي حاجه. وهنا استخدمت مفاجاه المقاس الصغير. تخيلوا المقاس الصغير اللي كنت شارياه قبل كده من الجروبات، والله ما كان بيغطي غير بوله صغيره بس. نرجع تاني للمقاس الوسط، اي بولات عندك صواني فاكهه خضار اي حاجه حابه ان انت تحفظيها في التلاجة ومش تبوظ معاكي، وكمان تخلي شكل التلاجة منظم وشكله حلو جدا، فالاكياس دي حقيقي كانت صدمه بالنسبه لي. وغطيت كمان العلبه البلاستيك دي بالمقاس الصغير. اما الخوص بتاع العيش ده انا غطيته بالمقاس الكبير، بيفضل معايا طازه لاخر رغيف. وتعالوا كده بصوا لي على شكل التلاجة بعد ما اتغطت بالاكياس وكل حاجه اتنظمت، شكلها بقى احلى واروق بكتير. اقول لكم احلى حاجه عجبتني ايه، ان هم فعلا صادقين ان المقاس الصغير مقاس صغير والوسط وسط والكبير كبير. بس عايزه اقول لك المقاس الوسط ده هيكفي معاكي حاجات كتير قوي. واحلى اختراع انا عملته هو فك التجميد في الميكروويف، الكيس ما بيتاثرش وما بيحصلهوش اي حاجه. حطيت هنا اللحمه المفرومه وظبطتها كده على اذابه التلج، وطلعت معايا ما شاء الله الكيس حلو ما فيهوش اي حاجه، واللحمه عندي فكه تماما. وبصوا لي على ذوبانها، وبصوا لي كمان على متانه الكيس. احلى حاجه في الاكياس دي ان انت مش هتستخدميها مره وترميها، شيليها واستخدميها مره واتنين وعشرة وكمان 100. الكيس بيجي 100 قطعه فيه، يعني هيكفيكي سنه لقدام. فاكرين